مركز معلومات تغير المناخ يحذر من موجة تقلبات جوية حادة ورياح قوية تضرب البلاد من الاثنين إلى الأربعاء. أصدر مركز معلومات تغير المناخ التابع لمركز البحوث الزراعية تحذيرا عاجلا بشأن تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية الحادة المصحوبة برياح قوية ومؤثرة تمتد على مدار 3 أيام متتالية اعتبارا من يوم الاثنين وحتى الأربعاء، مؤكدا أن هذه الموجة تحمل طبيعة خاصة تعرف بالحالة الجوية المركبة، لما لها من تأثيرات مباشرة وخطيرة على القطاع الزراعي وصحة المواطنين. موجة مركبة تبدأ بالأتربة وتنتهي بالبرودة المفاجئة. وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ إن الحالة الجوية المتوقعة ستبدأ يومي الاثنين والثلاثاء برياح جنوبية غربية دافئة وجافة محملة بكميات كبيرة من الرمال والأتربة قد تصل في بعض المناطق إلى حد العواصف الترابية، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة مثل سيوة ومطروح والواحات، إضافة إلى الوجه البحري وسيناء. وأوضح فهيم أن هذه الرياح ستؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية، فضلاً عن زيادة معدلات الجفاف وفقد الرطوبة، سواء في التربة أو النباتات، وهو ما يضاعف من تأثيرها السلبي على المزروعات. تحول مفاجئ في اتجاه الرياح يوم الأربعاء. وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن يوم الأربعاء سيشهد تحولاً مفاجئاً ودراماتيكياً في اتجاه الرياح، لتصبح شمالية غربية أكثر برودة ونشاطاً، وتمتد تأثيراتها إلى كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ووصف فهيم هذا التغير السريع بأنه يمثل إجهاداً فسيولوجياً حاداً للنباتات، نتيجة الانتقال المفاجئ من أجواء دافئة محملة بالأتربة إلى طقس بارد نسبياً، ما يؤثر سلباً على العمليات الحيوية للنبات. مخاطر زراعية تهدد المحاصيل. وحذر فهيم من تداعيات زراعية خطيرة قد تطال عدداً من المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة، مشيراً إلى أن من أبرز هذه المخاطر زيادة فقد الرطوبة من التربة والنبات، ما يؤدي إلى الإجهاد المائي، تساقط الأزهار والثمار الحديثة نتيجة الرياح القوية والتذبذب الحراري، احتراق حواف الأوراق وضعف النمو الخضري، زيادة احتمالات رقاد المحاصيل، وتكسر أفرع الأشجار، وتمزق الصوب الزراعية البلاستيكية، انتشار بعض الآفات. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.